قاعدة 15 دقيقة، ايه رأيك بدل ما تعملي ساعة وتحدديها في تنظيف في اليوم تعملي 15 دقيقة بس؟ شوفي هتنضفي ايه في خلال ال 15 دقيقة، يا ترى المكان اللي انت بتنضفيه هيختلف، وطريقة التنظيف يا ترى فيها كذا طريقة ولا هي طريقة واحدة؟ طرق التنظيف بتختلف من واحدة للتانية، في ناس بتحب الروتين يوميا وفي ناس بتحب تعمل جدول لنفسها، وطبعا في كذا طريقة للتنظيف البيت ازاي. في ناس بتحب في خلال الأسبوع تنظف البيت كله في يوم واحد، وفي ناس بتحب تقسم البيت على مرتين. ايه هما المرتين دول؟ ان انا بختار حاجة واحدة او اختار أوضة او حمام او صالة وانضفه في خلال اليوم، وتاني يوم بعمل حاجة تانية، وهكذا لغاية اما البيت يخلص. يا اما بقسم البيت على جزئين، جزء للأوض اللي جوه وجزء للصالة والحمام او المطبخ تالت يوم. يعني بقسم البيت على قسمين في خلال يومين، او ان انا بختار كل يوم اعمل اوضه واحده سواء كانت الحمام المطبخ. في واحده بتحب تقسم تنظيف البيت على مره واحده في خلال اسبوع او مره واحده في خلال اسبوعين، وفي واحده بتحب تقسم البيت على قسمين او 3 اقسام، يعني بتقسمه على 3 ايام او 4 ايام في التنظيف، كل يوم بتعمل حاجه في البيت. ده بيعتمد على قدرتها وعلى وقتها وعلى صحتها وعلى نفسيتها. في بيحب يختار الروتين وفي بيحب يختار جدول، ودي بتختلف من واحده للتانيه. ممكن نغير من الروتين للجدول. انا حددت هنا التايمر وابتديت اغسل مواعين، عمل معايا 5 دقايق و43 ثانيه. ده شجعني ان انا اعمل تايمر تاني واكمل فيه. بس بعد ما وقفت التايمر دخلت بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها في المصفى هنا ودخلتها في اماكنها، وجففت كمان الحوض. المطبخ وتنظيفه بالنسبه لنا مهمه كبيره جدا، او حاجه صعبه في ان احنا نعملها كلها مره واحده. فكل اللي انا عملته قسمت تنظيف المطبخ على 3 اجزاء، وبعد ما خلصت المواعين بعد 5 دقايق وقفت التايمر، والحاجه اللي طبعا اللي صفيتها في المصفى دخلتها اماكنها. الكوبايه اللي على الجنب دي كان فيها شويه سكر لازق فحطيت عليها شويه ميه وسبتها. وده بيعتمد على حجم المواعين بتاعتك، بيختلف طبعا من واحده للتانيه. وبتحب تنضفي المواعين بالليل او الصبح، دي حاجه بترجع لك انت. لكن لما بنسيب المواعين وبنركمها طبعا بتتكوم علينا، وبنبقى حاسين ان هي مهمه كبيره جدا وصعبه، وبنبقى كسلانين اكتر. بعد ما دخلت كل حاجة اتجففت مكانها شغلت التايمر تاني، وقلت انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الرخامة. شفت اخد قد ايه. كل اللي عملته خدت كل حاجة موجودة على الرخامة حطيتها في الارض، بس سبت منظم التوابل لاني مش قادرة اشيله، وبقيت الحاجة حطيتها في الحوض، وابتديت ان انا اغسلهم بشوية مية بصابون سايل. وطبعا انا موقفتش التايمر في الوقت ده، وكمان جبت المية بصابون سايل ونضفت كمان الرخامة او الستيكر اللي على الرخامة كامل، وجففته كمان. وقفت بعد كده التايمر وابتديت ارجع الحاجه تاني مكانها، لقيت ان انا خدت 4 دقايق او 5 دقايق كمان. يبقى انا كده غسلت المواعين وعملت الرخامه بتاعتي. بالنسبه طبعا الرخامه بتاعتي صغيره، لكن الرخامه بتاعتك لو اكبر من كده هتاخد وقت معاكي اكتر من كده. ممكن تحددي ال 15 دقيقه للرخامه بس في ترتيبها، ممكن تحددي ال 15 دقيقه بس ان انا اغسل مواعين وارتبها تاني في اماكنها بعد ما تجف. بالنسبه طبعا لحجم المطبخ بتاعي، حجمه مش كبير، فحجمه متوسط او صغير كمان، هو حجم المطبخ يعتبر صغير. هوريكم كمان الارضيه ان المساحه بين الغساله والرخامه مش كبيره، حتى ان انا بعد ما حطيت القطاعات على الرخامه طبعا هنا كانت جفت شويه، بحط الاول فوطه تحت وبعدين احط القطاعات عشان احافظ على الستيكر. وبعدين رجعت كمان الورد ده طبعا بيتوسخ على طول، فلازم يتغسل من فتره للتانيه. وبعد كده رجعته مكانه، وده خدت معايا 5 دقايق زي ما انتوا شفتوا في التايمر. بعد كده هحدد 5 دقايق كمان ان انا هنضف البوتاجاز، بس مش هياخد معايا ب5 دقايق لان انا حاطه ورقه ألمونيا عليه، فبس هنزل. ونفس الفكره في تنظيف المطبخ، ممكن ان احنا ننفذ ال 15 دقيقه ديت، والفكره ديت في تنظيف الاوضه بتاعتنا، ان احنا نحدد بالتايمر بتاعنا 5 دقايق مثلا او نشغله، ونبتدي ننظف السرير بتاعنا ونرتبه ونشوف هياخد مننا وقت قد ايه. بعد كده بصيت للبوتاجاز وعملت التايمر تاني، كانت الساعه دلوقتي داخله على 10 دقايق. ابتديت ان انا انضف، طبعا عليه ورقه ألمونيا، فكل اللي انا حطيته البراد كان فيه شويه ميه سخنه، حطيت شويه ميه سخنه ونزلت كل حاجه عليه، رجعتها اماكنها وجبت فوطه ونشفته كويس. خد مني دقيقه ونص، وده منظر البوتاجاز بعد ما خلص، من غير بقى ما اعمل تنظيف عميق. كل اللي انا بعمله تنظيف على الوش عشان يبقى رايق. الترويق اليومي او الترتيب وان احنا ننظم الحاجه اللي موجوده في المطبخ او الصاله او الاوضه ايا كان المكان، ده بيساعدك بعد كده ان انت تنظفي تنظيف عميق بسهوله. احدد تايمر تاني وهبتدي اشغله، ان انا هكنس الارضيه، وهكنس الارضيه اللي انتوا شايفينها ديت من غير ما اشيل السجاده. كنست بس كل التراب، وخد مني قد ايه؟ دقيقه عقبال ما كنست بس المكان. طبعا انتوا شايفين الحجم بين الغساله وبين الرخامه مش كبير. الوقت بتاع التنظيف بيرجع على حجم المكان بتاعك، يعني المطبخ بتاعك اكبر من بتاعي هياخد وقت منك زياده، ممكن ياخد مش 5 دقايق 10 دقايق. الاوضه بتاعت النوم بتاعتك اكبر وفيها حاجات اكتر، ممكن ياخد منك وقت زياده. المطبخ بحدد ان الحوض بغسل مواعيد يوميا، البوتاجاز بمسحه يوميا، الرخامه الارضيه ممكن كل 3 ايام، التلاجة مره في الاسبوع برتبها او بمسحها.
كل مكان في البيت بحدد ايه الحاجات اللي اكتر بان انا برتبها يوميا او اسبوعيا. وانا شايفه ان ال 15 دقيقه اخف واسهل من الساعه او الساعتين او الثلاثه. فانت تختاري كل مكان في البيت الاوضه بتاعتك وتحددي كل حاجه تعمليها في 15 دقيقه. جربي كده ان تحددي تايمر لمده 15 دقيقه وتبتدي ان انت تنضفي في المكان. شوفي هتاخدي قد ايه تنظيف، يعني هتنضفي السرير مثلا وتكنسي الارضيه وتمسحي الاسطح التسريحه والرخامه بتاعتك او الكومودينو، هياخد مني 15 دقيقة ولا اكتر. ولو خد مني 15 دقيقة ممكن توقفي وتاخدي راحة ان انتي تشربي حاجة او تقعدي ترتاحي شوية. بعد كده بتكملي تنظيف لمدة 15 دقيقة. لو حسيتي ان انتي قادرة مش قادرة ادي لنفسك راحة، او تاني يوم تقومي بال 15 دقيقة في مكان تاني في البيت، وده هيسهل عليك التنظيف. بس اهم حاجة ان انا بحدد كل حاجة تنظيفها قد ايه. كل اسبوعين بشيل الفرش اللي موجود على الكنب، ولازم اغسله طبعا دورة في الغسالة، وبعد كده بحطه على الكنب تاني. وهنا انا مش بنضف تنفيض عميق، بس ديت روتين بعمله كل اسبوعين، او نظام انا عاملاه لنفسي. كل اسبوعين بشيل الفرش اللي موجود على الركنة، وهم كنبتين جنب بعض كده عاملين زي حرف ال، فانا بشيل الفرش اللي موجود. والفرش ده عباره عن دفايتين شكلهم قريب او لونهم قريب للقماش بتاع الركنه، فانا حطاهم على الركنه عشان احافظ على القماش. وكل اسبوعين بشيلهم اغسلهم واديهم دوره كده تنظيفه بكلور الوان، واحط عليهم اريال كويس، وما بنشرهمش بره عشان يجفوا. كل حكايه بفتح الشباك او الازاز وبعد كده بحطهم تاني على الركنه نفسها. وهنا وانا بحطها في دورة في الغسالة وبحطهم هما بس، ما بحطش معاهم اي حاجة تانية. وكتير مننا مش بيحب الروتين، بيحب ان هو يعمل نظام لنفسه او جدول. يعني انا كل اسبوعين بغسل الشباك، كل اسبوعين بشيل الفرش، كل اسبوع بشيل الفرش بتاع الملاية بتاع السراير وبغيره. وهنا المقشة بتاعتي كنت لسه جايبة الراس دي جديدة، فالمقشة العصاية بتاعتها ما كانتش مناسبة ليها، فضايقتني شويه وانا بكنس، فابتديت ان انا اكنس بيها عادي كده. ووقت وانا بنضف ما كنتش محدده تايمر ولا حاجه، لان انا كنت عامله جدول لنفسي، فكنت عامله شويه ينسون ان انا افصل، ومشغله المروحه، وكنت بجفف كمان النعناع زي ما انتم شايفين. بعد ما بجيبه بغسله وبحطه كده بالعيدان بتاعته لغايه اما ينشف خالص على اي قماشه نضيفه او ورق كلينكس لغايه ما يجف خالص. وبعد كده بحطه في البرطمان. اهم حاجه ما يكونش فيه رطوبه عشان ما يعفنش اما نحطه في البرطمان. والعصايه اللي كانت موجوده عندي ما كانتش مناسبه للراس المقشه ديت، فغلبتني شويه ان انا ادور على عصايه مقشه. انا عندي كذا عصايه ما بحبش ارميهم، وطبعا العصايات اللي طالعه دلوقتي تبقى مش كويسه، يعني ممكن تتكسر منك بسهوله. فنشتري عصايه تنفع معانا وتعيش اكتر، هتبقى غاليه شويه بس هتعيش معانا اكتر. فابتديت ان انا احاول فيها واركب لها كذا حاجه، وجبت كلينكس وكيس بلاستيك عادي او قطعه قماش، ما كانش ينفع. فجبت عصايه تكون مقاسها اكبر، اللي هي البامبا ديت بتاعه راس المقشه عزكم الله اللي ورا، ودي نفعت معايا شويه لمره مرتين كده، وبعدين لقيتها بتتخلع. اللي نفع اكتر ان اي فردة شراب عندك انت مش بتستعمليها تركبيها بقى في العصايه نفسها، وتبتدي تدخلي وتبرمي كويس وهتدخل معاكي بسهوله. هنا كنت بعمل محشي، فجهزت كمان كوبايه نسكافيه وميه، طول ما احنا بقى بننضف بالذات في الصيف ان احنا بنشرب ميه. وكانت الغساله خلصت، وفرشت الفرش تاني على الركنه. وديت من الحاجات اللي انا بعملها كجدول ليا، بلزم نفسي ان كل اسبوعين ان انا بنضف الفرش اللي على الركنه، كل 3 ايام بغير الملايه بتاعت السرير، كل شهر بغسل مثلا الستاير اللي موجوده بنزلها واديها دوره، كل اسبوعين بغسل الشبابيك بنفضهم واغسلهم. ده جدول ليا، غير اما واحده بتعمل روتين ليها يوميا. وممكن ان احنا نغير من جدول لروتين ومن روتين لجدول على حسب ما انت بتحبي، وعلى حسب ما انت بترتاحي، وعلى حسب ما صحتك قادره. شويه ميه بقى بشويه معطر وشويه صابون سائل، ونزلته على السلم عندي ال10 سلالم دول. التراب ده او تنظيف السلم بيمنع اي تراب يخش عندك البيت. وجبت الشرشوبه اعزكم الله ونشفته كويس، دي طبعا دخلت البيت اي كميه تراب موجوده على السلم بتدخل عندك. هنا شيشت الشيش، ودي من الحاجات الممتعه جدا ان انت تشيشي الشيش ومبقاش فيه دبان كده، والمكان يبقى هادي ورايق. بقيت الايام اللي انا ما بنضفش فيها الصاله ممكن بس ان انا بخلي ولادي بعد كل ما بناكل على الترابيزه هنا ان هي تتمسح، ترابيزه السفره كل مره كل اسبوع، طبعا بنفضها من التراب. وده بحدد لكل مكان في البيت. اوضه النوم بتاعتي ايه اللي محتاجاه ان انا انضف فيه، السرير، الارضيه، الاسطح اللي هي التسريحه او الشفونيره او الكومودينو اللي جنب سريرك، الحمام ايه المطلوب فيه تنظيف. بحدد في كل مكان ايه اللي اكتر حاجه بنضفها، يعني المطبخ ايه اكتر حاجات انا بنضفها، وده تنظيف. انا بتكلم على حاجه يوميا او اسبوعيا، مش تنظيف عميق. احنا كده بنرتب حاجات يوميا او اسبوعيا. يعني الصاله اهم حاجه ايه، ان انا بعد ما ناكل على الترابيزه يوميا بتتمسح.
الكنب ان ولادي يرتبوه، لكن اسبوعيا لازم امسح التراب، اكنس الارضيه، بعد كل اسبوعين اغسل الفرش الموجود. على فيديو جديد وتحدي جديد وروتينات جديده، ولو عجبكم الروتين او الجدول اكتبوا لي في التعليقات.